اسهل والذ بسكويت ممكن تحضري لوليداتك، مقرمش وهشيش صحي بدون طحين ابيض بدون سكر. متاكده الا جربتوه غيعجبكم، كيجي رائع جدا. اجيو معايا نتعرفوا الوصفه وكذلك مكوناتها. غادي نحتاجوا دقيق القمح الكامل، فكتضيفوه بالنخاله ديالو كيف ما لاحظتوا معايا، رشه من الملح لتصحيح الذوق، 4 ملاعق من العسل. غادي نضيفوا 100 غرام من الزبده، من الاحسن تستعملوا زبده نوعيه جيده. وغادي نضيفوا ربع كوب من زيت نباتي، قطرات من الفانيلا سائله، ممكن كذلك انكم تنسموا بالقرفه، حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين بزاف، اضافه اللي زوينه في هذا البسكوي. غادي نخدم مزيان حتى يتلبس ليا الطحين بالزبده مع الزيت. نضيف كيس من خميره الحلوى من فئه 8 غرامات او مقدار ملعقه صغيره، وغنضيفوا الحليب تدريجيا، فغتكفاكم تقريبا ما بين ربع كوب حتى نصف كوب الحليب درجه حراره المطبخ. صافي هنا غنبدا كنجمع بهذه الطريقه. حاولوا ما تضيفوش كميه كبيره من الحليب، ضيفوه بالتدريج قطرات فقط باش هكا تحكموا في قوام العجين اكثر. من بعد ما كنحصل عليه بهذا القوام غادي نوضعوا بين قطعتين من ورق الزبده وغادي نسرحوه مزيان، كنعطيه سمك متوسط. من بعد غناخذ قطاعه بشكل دائري من الجهه المسننه وغنقطع قطع اللي هما متوسطين. المهم نتوما كتخدموا بالقطاعه على حسب الشكل اللي حبيتو. انا عجبني هكا نقدموه بشكل دائري. الا حسيتوا ان العجين كثير فمن الاحسن انكم تقسموه لنصفين وكل نصف كتخدموه بوحدو. هنا كنحاول انا نقطع العجين وكان ما نخليش مسافه كبيره بين كل قطعه والاخرى باش ما يتبقاوش ليا بزاف ديال الزوائد. كتاخذوا عود خشبي وكتزينوا به بهذه الطريقه. من بعد كنرفع القطع كنوضعهم في صينيه الفرن، وهنا من بعد ما كنملأها كنرفعوا حتى الزوائد كنجمعوهم وكنشكلوهم بنفس الطريقه. فانا كنشعل على الفران من قبل على 180 درجه من الاسفل ومن الاعلى. من بعد ما كيسخن فكندخل البسكوي كنقص عليه، كنخليه فقط على 160 درجه لانه دغيا كيتحمر، يعني ما كياخذش وقت طويل في الفران. وكتخرجوه ضروري كتراقبوه باش ما يتحرقش ليكم. من بعد ما كيوجد غنشاركو معكم باش تشوفوا الشكل ديالو النهائي كيفاش كيجي في الاخير. ممكن انكم تقدموه غير هكا كيف ما درت انا، كيف ممكن انكم تلصقوا قطعتين بكانا الشوكولا. المهم التقديم كيبقى اختياري حسب كل سيده وشنو بغات. صافي هنا حاولت اني نشاركو معكم باش تشوفوا الطريقه اللي كنحضروا بها، وكان هذا اقتراح اليوم. نتمنى ان شاء الله انه ينال اعجابكم. جربوا الوصفه لانها كتستحق التجربه، كيجي هشيش مرمل ولذيذ بزاف. وصفه سهله جدا صحيه وبنينه. فكنشكركم جزيل الشكر على المتابعه، كنشكركم كذلك على الدعم والتشجيع. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما كيوجد، غير جربوه على ضمانتي. وهكا كتعطيو لوليداتكم شي حاجه صحيه للمدرسه او للكوتي. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفات اخرى سهله وسريعه. الى اللقاء.